صباح الخير. عارفين مشكلتنا في ايه؟ مشكلتنا ان احنا بناخد كل حاجة على اعصابنا. يعني لما تقابلنا مشكلة معينة في شيء معين ويكون الشيء ده بسيط ونقدر نتعامل معاه، بنبقى هنا مكبرين الامور قوي، نمسكها بقى نقول ايه ده، انا وانا وهيحصل ويسوي، وتلاقي الفكرة والمشكلة بدل ما بقيت صغيرة خالص كبرت من لا شيء. وده ايه السبب؟ ان انت معرفتش تتعامل معاها، ان انت ما مسكتش المشكلة اول وحلتها وواجهتها. انت عملت حاجتين: الحاجة ان انت خدتها على صدرك وركنتها، والحاجة التانية ان انت كبرت دماغك وما حاولتش تتعامل ولا تحل. طيب دي تعمل لك ايه؟ من الطبيعي ان المشكلة لما تجيلك تواجه. المواجهة اسرع حل، بتبقى من البداية تحلها تبقى صغيرة، لكن لما بتكبر وتكلكع انت اللي ضعت مش حد تاني. دايما المشاكل في بدايتها بتبقى بسيطة، وبيبقى الحل فيها بتاخد وقت، مفيش مشكلة، لكن هتقدر تحلها. لما تواجهك حاجة زي كده بتسبب لك اي نعم تعب وقلق واحباط وتوتر وحاجات كتيرة، بس ثق تمام الثقة ان كل مشكلة بتبقى جاية ومعاها الحل. ليه؟ علشان ربنا ما بيديناش اكتر من طاقتنا، لان ربنا عارف قوتك ايه، وانك تتحمل ايه، وسلامك النفسي هيوصل لايه. ربنا مش هيحط عليك حاجة اكتر من ان انت تقدر تستحملها. فخلي بالك لما تجيلك حاجة زي كده ما تاخدهاش على اعصابك وتتوتر وتعمل من المشكلة وتتعصب انت كده استقبلتها بفظاعة وخليتها تتملك منك. بالعكس، ان المشكلة لما تجيلك تقول ان شاء الله هتتحل. خد بالك المشاكل دايما بتأثر علينا في البيت، بتأثر علينا في الشارع، لان المشكلة جاية لك انت. المشكلة بتبقى هنا اهو، ان انت مش عارف تتعامل معاها. لما انت تتعامل معاها وتحلها وتواجهها اول ما تجيلك كده انت بتوصل معاها ان انت خلاص سيطرت عليها وما بتكبرش. تعال لما تركنها ايه اللي بيحصل؟ مشكلة بتكبر والحلول بتضيع، وانا بتوتر وبتعصب وبتضايق واللي حواليا بيتضايقوا، وبنعمل مشاكل من مشاكل. تلاقي المشكلة جات لك واحدة وخفيفة الحل، تلاقيها كبرت وبقيت اكتر من انت ما تتخيل. خد بالك المشاكل برضو بتأثر عليا وعليك وعلى بيتنا وعلى أولادنا. الطفل لما يشوفك كده في البيت متعصب ومتضايق بيطلع المدرسة ما بيبقاش مركز، بيبقى كله تفكيره بابا عامل ايه او ماما ايه اللي خلاهم وصلوا لكده، وتفكيرهم بيوصل لمرحلة ان هو بيتضايق وبمخنوق. خلي بالكم ما تخليش مشاكلك في البيت تأثر على أولادك ولا علاقتك بمراتك او بيتك. حلوها قبل ما